مساء الخير. والنهارده المباراة الفاصلة، المباراة الحاسمة اللي المفروض النهارده ان انا وانت كزملكاوية عارفين الاهلي هيحصل فيه ايه. وطبعا انت مبسوط ومتفائل كالعادة، مع انك يا عيني انا اسف هتاخد على عينك من الخازوق اللي كلنا هناخده. يا معلم، كلنا هناخد خازوق وخازوق مغري. واللي تعبني نفسيا ان احنا شايفين الخازوق بيتدبر كلنا بما فيهم بيراميدز وساكت، لان المفروض نادي الاهلي بالحاله ديت هيلاعب نادي بيراميدز وهو بالحاله ديت. وطبعا احنا عارفين حاله الاهلي عامله ازاي وحاله بيراميدز عامله ازاي، وفي الاخر احنا فرحانين ومبسوطين ومتفائلين ان ممكن بيراميدز يكسب الاهلي. طب ازاي؟ منطقيا وبالورقه والقلم بيراميدز يدوس على وش الاهلي، وانا اسف في الكلمه، المفروض النهارده يجيب منه عيال في الملعب. ليه؟ مش عشان خاطر بس بيراميدز حلو قوي، لا ده الاهلي واقع جدا. الاهلي المفروض يتمرمط من اي فريق بيلعبه. فنيجي نبص على منظر الاهلي دوت، نلاقي ايه النهارده؟ مين حكم الساحه؟ محمود البنا. مين بقى محمود البنا؟ محمود البنا ده كان حكم الفار في ماتش الاهلي وزد كان لها ضربه جزاء في اخر 5 دقايق. طبعا لا ارى لا اسمع لا اتكلم، وحتى ما ندهش الحكم الساحه قال له تعالى بص على الكره دي، شيك عليها، حسبتها ما حسبتهاش بتاعتك وخلى مسؤوليته. لا 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 خالص، تلبس حكم الساحه في اللعبه، لدرجه ان كل المحللين الرياضيين الجمال اللي بيتكلموا اللي في المواقف اللي زي دي بيحاولوا يبانوا ان هم حياديين وبيحاولوا يدوا النادي المنافس حقه. فقال لك المفروض حكم الفار كان نادى حكم الساحه وقال له، وحكم الساحه بقى يحسبها او ما يحسبهاش دي بتاعته. فده مين؟ محمود البنا. نسكت؟ لا ما نسكتش. فطبعا لازم نراضيه ونديله ماتش تاني يكون حكم الساحه طرف فيه الاهلي. نديله ماتش مين يا جدعان؟ نديله ماتش المصري. فاكرين كارثه ماتش المصري؟ المصري كان ليه ضربتين جزاء، ومنها ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس لدرجه ان كل الاهلاويه نفسهم قالوا ضربه جزاء. فنيجي النهارده في اهم ماتش في الدوري للاهلي، والاهلي هيلاعب بيراميدز، وبيراميدز اقوى فريق في الدوري حاليا، واحنا متاكدين انا وانت والست اللي هناك اللي قاعده تتفرج علينا دي متاكده ان بيراميدز هيكسب 100%. فيعينه محمود البنا عشان يبقى حاكم للاهلي السنه دي 3 ماتشات من 10، ويا ريته حكم فير. لا ده ضيع مجهود زد في ضربه جزاء وما حسبهاش، وما حسبش ضربه جزاء لفخر الدين بن يوسف في ماتش المصري. لا مش ضربه جزاء، دي محضر في الاسم علنا وعلى عينك يا تاجر، وما حسبهاش. فنيجي بعد 4 ماتشات من ماتش الكارثه دي فنراضي الراجل ونقول له يا معلم تعالى احكم ماتش بيراميدز. فانا زيكم نفسي افهم بيراميدز نفسها ما اعترضتش ليه؟ يعني انت نادي بتصرف ونادي واجهه، والسنه دي يعتبر من السنين الكويسه جدا ليك، انت لسه واخد كاس مصر السنه اللي فاتت، والسنه دي ماشي حلو جدا في دوري ابطال افريقيا وبتنافس السنه دي على الدوري. انت ساكت ليه؟ ساكت على المهزله دي ليه؟ انت مفكر ان انت النهارده هتكسب بوجود محمود البنا؟ لا هتتظلم وهيتداس على وشك، وهيطلعوا كل المحللين الرياضيين وخبراء التحكيم يقولوا لا الاهلي ما ظلمش بيراميدز، وكور عاديه واحتكاكات عاديه والوضع التشريحي للجسم، وتبقى يا مولاي كما خلقتني. انت ساكت ليه؟ واقول لك على حاجه مهمه، مجلس اداره نادي الزمالك، مجلس العار اللي انا اصلا لسه اصبره، بس انا هديله من المنقي يا خيار. عملت له شعر اهو، مجلس العار اللي هديله من المنقي يا خيار، لان انا عندي اسرار لو قلتها هتدمر مجلس الاداره المختار. ايه رايكم في الشعر ده؟ من كتر الكبت المجلس ده خلينا اقول فيهم شعر. يا مجلس العار يا اللي ما جبتش ولا صفقه، يعني انت مش عارف ان محمود البنا اكبر داعم للاهلاويه؟ انت ساكت ليه على الفضيحه دي؟ ما تقول لهمش ليه انا بجتهد وبكافح وبحاول اعمل حاجه، بس المنظومه التحكيميه ظلماني ودايسه على وشي وبتراضي الاهلي؟ ساكت ليه؟ يعني كومبارس وساكت وفاضي؟ انا مش فاهم لكم اي حاجه بصراحه. كل الانديه ورؤساء مجلس ادارتها عاملين لي تربانه في دماغي. انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل. شفتوا فيلم الرئيس عمر حرب؟ انا حاسس كده في الاخر هنلاقي محمود الخطيب واقف وكل رؤساء الانديه واقفين جنب منه، اللي بيولع له السيجاره، اللي بيهوى عليه، اللي بيشد له شعره من على الجاكيت، اللي مؤاخذه يمسح له جزمته. اصل ده طبيعي؟ يعني ده طبيعي ان كل الانديه واقفه تتفرج على الاهلي هم قاعدين يسمكروه ويعمروه ويدهنوه ويروشوه وانتوا ساكتين؟ ساكتين ازاي؟ انتوا ليكوا في الكوره؟ يعني انتوا كده ليكوا في الكوره لما ده كله بيحصل قصاد منكم وانتوا قاعدين ساكتين؟ والله بجد صدق عبد الكائن لما قال ان الكوره بتدار خارج المستطيل الاخضر، بس انتوا قاعدين لا مؤاخذه ببرابير. انا اسف بقى في الالفاظ المقرفه. ومجلس ادارتنا اصبروا بس، انا بصوا مدكن لكم
يعدي يناير، لان انا واصل لي كلامين، كلام ان انتوا اصلا مش هتجيبوا صفقات، وكلام تاني ان انتم بايتين على صفقتين تقال. فانا هسكت خالص عشان خاطر بس ايه، يوم 31 يناير الساعه 12 بالليل هطلع اقول حاجات هنشر لكم فيها الغسيل وسخ، ومش هيبقى فيه دعم. لو مفيش صفقات اقسم بالله ما هيبقى فيه دعم وما فيش تيمه، واللي عملناه مع مرتضى منصور هنعمله معاه. لان انا لا يفرق معايا مرتضى منصور رئيس، ولا حسين لبيب رئيس، ولا ممدوح عباس رئيس، ولا حتى كمال درويش رئيس، ولا اي حد يجي يمسك نادي الزمالك يبهدله ويهينه زي ما انتوا بتعملوا فيه. انا بدعم نادي الزمالك بس، وبحب نادي الزمالك بس، وهبقى في ظهر نادي الزمالك بس. لكن اي وساخه تيجي من اي راجل يجي يقعد على الكرسي ويشتغلنا مش هنسيبه، والله العظيم ما هنسيبه. وعندنا مساحيق بالهبل، وهنغسلكم وهنغليكم وهننشركم وهنبهدلكم وهنقل منكم يا مليونيرات يا مليونيرات. فانا النهارده هتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز، وعارف بنسبه 80% ان الاهلي هيكسب كوسه، وان الاهلي هيكسب تحكيميا. غير كده ما تقنعنيش يا جدعان. ده الاهلي مش عارف يكسب فاركو، ولا عارف يكسب الاتحاد، ولا عارف يعمل ماتش حلو السنه دي في الدوري. قول لي على ماتش السنه دي عملوا الاهلي حلو وكسبوا، والله العظيم ولا ماتش، كله مساعدات تحكيميه، حظ. يعني حتى ماتش انبي اللي كان هو الاهلي فيه زي الزفت كان هيتغلب، حظه حلو، الواد حط ضربه الجزاء بره فالاهلي فلت من هزيمه. فما تقنعنيش النهارده ان الاهلي قدام بيراميدز بلاعيبته المكسحه دي هيحاول يعمل حاجه. اهم لعيب النهارده للاهلي هو محمود البنا، غير كده ما تقنعنيش. والاهلي يا اما يتعادل يا اما هيكسب تحكيميا، غير كده شكرا. ابقى قابلني لو بيراميدز كسب. انتوا عارفين انا بتوقع حاجه مهمه جدا النهارده، مثلا لو بيراميدز جاب جون لعيب من بيراميدز رقص فريق الاهلي كله وراح حطها جون، الحكم ممكن يرجع للفار وما يحسبهاش جون. ليه؟ اصل اللعيب ده وهو بيرقصهم شتمهم في سره، فتبقى فاول على مهاجم بيراميدز وش ومش هتحسب. وكلنا قاعدين بنتفرج على الاهلي وهو بيتهندم وبيتسمكر وبيتعمر وبيحصل له فضايح تحكيميه على عينك يا تاجر، والناس كلها شايفاها وعادي كل ماتش. اصل الاخطاء التحكيميه كان ليها دور النهارده في مباراه الاهلي وكذا. قال لا، هي كل الاخطاء التحكيميه لصالح الاهلي بس، مفيش خطا تحكيمي ضد الاهلي؟ هو في ايه يا جدعان؟ ما تفوقوا بقى. عموما انا ببقى عارف اللي هيحصل، بس هعمل ايه؟ بضطر اصبر واقول ايه، ربنا يصبرنا. فهنتفرج النهارده على المهزله التحكيميه الرياضيه الاهلاويه، ونتقابل بعد الماتش. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني، وخليك مخنوق معايا. سلام عليكم.